يا دكتور طيب ما هو اللبن اصلا قليل يا دوب مكفي البيبي، مع اني باخد مدر للبن، اشفط ازاي؟ عادي، ايه المشكله؟ قلنا اول قاعده لزياده اللبن الام هي ايه؟ الرضاعه بتجيب رضاعه، والتشفيط عادي تشفطي وانتي ما عندكيش لبن. عادي جدا نشفط البريست او نشفط الثدي واحنا ما عندناش او مش حاسين ان في لبن في الثدي. عادي جبنا 5 سم، جبنا 10 سم، نشفط ونرضع، نشفط ونرضع، وناكل ونشرب كويس، ونشفط ونرضع وناكل ونشرب كويس، ونفسيتنا تبقى كويسه، وناكل ونشفط ونرضع، وهكذا لحد ما ان شاء الله هتلاقي اللبن كتير جدا. قلنا كذا مره، قلنا الايه؟ قلنا المخ هو المدير، والثدي هو المصنع، واللبن هو المنتج، والبيبي هو الزبون. كل ما الزبون يكون عايز المنتج، المدير اللي هو المخ بيبعت رسائل للمصنع: يلا شد حيلك، احنا عندنا عرض كتير، عندنا زباين كتير، عايزين المنتج كتير، فالمصنع يشتغل فينزل لبن اكتر. خلاص، دايما نفتكر كده، هو كل ما يبقى فيه طلب على اللبن كل ما اللبن هيزيد، وكل ما يكون فيه طلب قليل كل ما هو تدريجيا هيقل.